يا الدراري يا الدريات، اليوم جبت لكم واحد القصه اللي واعره. فيديو في هذا الفيديو جبت لكم واحد القصه اسخربق لكم الدماغ، ماشي بحال القصص اللي كنت كنعاود لكم ديما. هاد القصه هادي غادي تكون طويله بزاف، عليها غادي نقسمها لكم اما 3 4 5 6 الاقسام على حسب كل فيديو وشحال من دقيقه فيه. بلا ما نطول عليكم، قبل زينا دغيا بغيت ندخل. قبل هاد القصه نعاود لكم بحال انا اللي عشت القصه، ماشي شي واحد اخر، باش ندخلوا في الاجواء ونتعمقوا فيها. وبلا ما نطول عليكم نبداو. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. دابا قبل ما نبدا بغيت نقول لكم بلي هاد الشيء اللي غادي نعاود دابا طويل بزاف، ونكطلب منكم تسمحوا لي، حيت في حياتي كامله ما عمري عاودت هاد القصه لشي واحد، وعمري عاودت التفاصيل ديالها كامله. ولكن هاد القصه راه بصح وقعت لي انا شخصيا، وقعت لي بالضبط فاش كان عندي تقريبا 6 سنين. فاش كتكون في شي بيتك، في شي بيت ديالك، وكتكون باغي وكتكون غير بوحدك، كتحط راسك على المخده وكتبدا كتسمع واحد دقات القلب نتاعك. انا فاش كنت صغير داك الصوت ديال دقات القلب كنت كنسمعه وكان كيخلعني بحال شي مشيات نتاع شي واحد. والطفوله ديالي كامله دوزتها وانا ساكن مع الوالده ديالي في واحد البلاصه اللي نقيقيه وزوينه خايبه في الطبقه المتوسطه. كانت زوينه صراحه، ولكن كانوا الناس اللي ساكنين حدانا الحاله نتاعهم الماديه خايبه لا ما نقول لك. وكانوا كيخرجوا ديما دوك الناس كيدخلوا في عاوتهم شي ناس واحد اخرين اللي يكونوا يخلصوا. الدار ديالنا كانت دار بحال هكا، ولكن الوالده ديالي كانت محافظه عليها كتنقيها ديما. كنت كنبغي الوالده ديالي، وكانت الدار تاعنا فيها بزاف البيوت ومفرعه وزوينه، وحتى الحومه ديالنا كان فيها بزاف ديال الشجر بحال شي دار وسط الغابه. وكنت ديما كنلعب في هذيك الغابه وكنكتشفها. ولكن في الليل بطبيعه الحال الغابه عند اي واحد كتولي بلاصه مخيفه. باش نعطيكم الديتاي كله، الدار ديالنا كانت من تحتها واحد البلاصه كبيره، وكنت هذيك البلاصه ديما كنتخيل فيها بحال كاين شي وحوش ولا شي حوايج. التخيلات ديالي وانا صغير، هادشي اللي كان مسبب لي علاش كنت ديما كنحس بالخوف. واحد المره مشيت عند الوالده ديالي وقلت ليها بلي كنت كنسمع شي حوايج وانا ناعس بحال الخلفه تاع شي واحد. ولكن ديما كانت كتقول لي الوالده ديالي لا ما كاين والو غير تخيلات. شي مره جابت واحد قطن الودنين ودارت في الملح وشي حوايج وبدات كتمسح لي. ولكن هذا الشيء ما عطى لا تجربه ما عطى لا افاده لا والو. ولكن الحاجه الغريبه ماشي هي هذه، الحاجه الغريبه هي واحد الليله فاش فقت من النعاس كنت حاس بالبرد بزاف. حليت عيني وكنت كنشوف النجوم، وحسيت براسي في الغابه. بديت كنقول شنو وقع، ماشي منطقي نكون في الغابه وانا ناعس. قلت مع راسي واش كنحلم ولا هادشي بصح. قدامي كانت واحد البلاصه اللي كنت كنعرفها مزيان في النهار، ولكن في الليل كانت مختلفه. واحد البلاصه فيها الشوك بزاف، وطاحت رجلي في واحد الشوك، ولكن الحمد لله ما تجرحش بزاف. كنت كنمشي شويه ونوقف شويه حتى سمعت واحد الصوت قريب ليا بحال شي دري صغير. قلت يمكن غير شي قطه، ولكن الخوف شدني وبديت كنجري وكنشوف قدامي واحد الحاجه بحال شكل ديال القرش ولا ما عرفش. هذاك هو التخيل اللي كنت كنتخيل. كنت كنتنفخ وكتطلع صوت غريب. في داك الساعه كنت صغيره وما فاهم والو ولا شنو واقع. شفت واحد النجم في السماء. مع الافكار ديالي وانا صغير قلت يقد هذاك النجم يكون هو النجم تاع الشمال. قلت اجي نتبعو نقد نخرج من الدار. بقيت تابعوه حتى خرج اخيرا من الغابه. ما عرفتش واش هذيك اللقطه كانت صدفه ولا شنو. فرحت بزاف حيت شفت الدار من بعيد. جريت للباب وكنغوت. الوالده حلي الباب، ولكن واحد اللحظه شي واحد شدني من اللور بواحد القوه. ماشي شي واحد عادي بحال باينه بالغ، ماشي شي واحد قدي ولا اللي بغى يلعب معايا. بديت كنغوت وكنعيط
حتى سمعت صوت الوالدة ديالي كتقول خلي ولدي هذاك راه انا امو. طلقوني ودخلت وبديت كنعنق الوالد ديالو وكنبكي وكنغوت. دخلنا للدار وبقيت كنطلب السماحه ولكن جاوباتنا وقالت لي خفت تهرب عاوتاني حيت لقيت الرساله ديالك فوق المخده. عطاتني واحد الورقه وقريتها، كانت رساله مكتوب فيها بلي انا ما بقيتش مرتاح في الدار وبغيت نمشي وما نرجعش، ولكن الحاجه الوحيده اللي كنت متاكد منها فيها 100% هو انني ماشي انا اللي كتبت هاد الرساله. انا ما كان عندي علاقه بوالو بهادشي. وكي جاتكم اخوتي القصه وقولي لي في الكومنتات واعره ولا لا باش نكملها لكم، وبلا ما نطول عليكم نتلاقاو في الجزء الثاني. بيس.